السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطبخ الكبير ده مش معناه إن هو هياخد احتياجاتك بمنتهى السهولة، هياخد الأجهزة كتير، هياخد أجهزة كبيرة، هعمل فيه قعدة و إلى آخره. مش دايما المطبخ الكبير بيحقق كل الطموحات، خصوصا حالة زي المطبخ اللي معانا النهارده. المطبخ كبير ما شاء الله، ولكن طلبات الأجهزة كانت كتير شوية. المطبخ فيه عمود في النص، آه، فاصل جزئين او نخلي المطبخ معانا جزئين منفصلين. لكن ازاي بقى قدرنا نربط التفاصيل دي ونحقق طلبات الاجهزه، ونحقق مساحات العمل الصحيحه، ونحقق التخزين المظبوط اللي يناسب مطبخ كبير؟ ده اللي هنشوفه بعد الانترو. يلا بينا. المطبخ رغم ان هو كبير الا ان احنا كان فكره المدخل بتاعه كان صعب ان احنا نطلعها بافضل من كده. هو المدخل واسع ويدخل شخص مرتاح باريحيه تامه، ولكن المطابخ الكبيره بتحتاج مساحات دخول اكبر شويه وافضل شويه من كده. لكن ده علشان نحقق فكره دولاب ادوات نظافه هنا، وهتعرفوا برضو عشان نحقق ايه جوه. خلينا مساحه الدخول هي اصغر مساحه ستاندر ممكن نقدر ندخل بيها للمطبخ. تعالوا بقى نشرح المطبخ بالتفصيل. بدأنا هنا في مدخل المطبخ بدولاب أدوات نظافة بالشكل ده. طبعا هو عمقه مش كبير لكن عرضه كبير، يعني هو العكس من الدواليب اللي بتبقى طول. خدنا هنا الجزء اللي فيه المقشات والمساحات وهكذا، وتحت طبعا لو في جردل غسيل او كده برضه في رفوف ممكن نحط عليها حاجات المنظفات وهكذا. وبعد كده عندنا فوق ضلفتين برضه خزين كويس في بدايه المطبخ، نستغل كامل الدولاب. تمام. وبعد كده حطينا الفريزر، والاول مره نحط الفريزر في بدايه المطبخ، وده علشان انا محتاج اكبر مساحه دخول ممكنه في بدايه المطبخ. بدانا هنا بغساله الاطباق في الجزئيه دي، وبعدها ضفتين للكورنر بالشكل ده، حرف ال طبعا. وبعد كده الحوض وغساله الملابس، الحوض تحته اكسسوار غساله مهملات، وضلفه يعني للفلتر، ان شاء الله هيتحط فيها فلتر 7 مرحله في الجزئيه دي. بعد كده بدأنا هنا بضلفة خزين وضلف قلاب تكسر الملل شوية. المطابخ الكبيرة بتحتاج إن إحنا كل شوية نكسر الملل فيها علشان ما تبقاش مملة. بعد كده ضلفة مستوى أعلى. بعد كده هنا الكورنر طبعا في عواميد، والعواميد في المطبخ ده كانت سيئة جدا، ده غير إن المطابخ كان الحوائط فيه مسطورة شوية. فخدنا هنا ضلفة خزين بالشكل ده، يظهروا من بره إن هم كورنر حرف ال، لكن هم علبتين منفصلين تماما بالشكل ده. بعد كده عندنا ضلفة ازاز يمين وشمال المطبقية بالشكل ده. عندنا المطبقية طبعا اكسسوار بدون مطبقية ثابتة. ضلفة ازاز تانية بهذا الشكل، وخدنا تجليدة من فوق فيها إضاءة تدي برضو قوة للجزء العلوي هنا. وبعد كده عندنا عمود تاني في نص المطبخ. أنا قررت إن احنا نخليه تجليدة تكمل معانا الشكل الخشبي اللي فيه الإضاءة تنزل هنا ويبان كأنه دولاب خزين في وسط المطبخ، لكن هو ده عبارة عن تجليدة، ودي برضو عبارة عن تجليد. بعد كده عندنا دولاب الفرن والميكرويف، للأسف الأجهزة لسه ما وصلتش.
لسوء الاوضاع شويه في الاستيراد. عندنا درجين طبعا تحت الفرن زي ما احنا متعودين، وبعد كده الفرن والميكرويف فوقهم برضو ضرفتين خزين بالشكل ده. مساحه كويسه ومساحه واسعه جدا. نيجي بقى لمنطقه البوتاجاز. حبيت ان هم يكونوا على لاين واحد، كل جهاز فيهم عنده مساحات الحركه ومساحات الرخام الكافيه جدا ليه. في نفس الوقت هم مش ابعد نقطه من بعض، لان انا المطبخ مش هينفع ان احنا نحقق فيه مثلث حركه كما هو المعتاد يعني. بعد كده عندنا واحده ازاز برضو تاني في الجزئيه دي. حبيت ان يكون في سيمتريه ما بين الشكلين في فكره التصميم، لكن الرسمه بتاعت المطبخ مختلفه او الخطوط مختلفه، هناك طوليه وهنا عرضيه شويه. برضو حابب ان انا اكسر فكره الملل في المطبخ طويل معايا، محتاج ان انا اكسر الملل فيه. بعد كده عندنا هنا الفلتر، فوق طبعا خزين، وهنا نفس الكلام، ونهايه المطبخ كانه هو حيطه متكامله في الجزئيه دي. وبرضو قفلت بتجليده على العمود الثالث في نفس الحيطه، بحيث ان احنا يبقى الشكل عندنا متناسق في جميع الاماكن والتجاليد كلها متناسقه مع بعض. جينا بقى على الحيطه الاخيره، ما حبيتش ان انا الف وحدات هنا علشان ما ازحمش المطبخ. المطبخ تخزينه كويس، مش محتاجين مساحات كبيره. عندنا الحيطه بتاعت الشباك حبيت ان هي تكون مميزه شويه، ونكسر بقى فكره الوحدات ونخلي هنا الوحدتين كبار بشكل كويس جدا، خصوصا ان احنا الواجهه الاساسيه دي كلها مكشوف على الريسبشن بشباك مناوله او ببار، يعني هي شباك مناوله وبار. خدنا هنا رفين 4 سم برضو، السمك هنا العريض هيدي فخامه اكتر في المطبخ الكبير، فخلينا رفين بالشكل ده. طبعا الاضاءات زي ما انتم شايفين وتداخلها وطريقه توصيلها الغير مفهومه دي من نقط القوه اللي احنا بنركز فيها. بعد كده عندنا جزء فوق يكمل معانا الشكل، وجينا برضو هنا عملنا زي كافي كورنر بسيط، مكان مهمل شويه، خصوصا ان انا عندي العمق هنا كبير، لان انا عندي ثلاجه، والثلاجه زي ما احنا متعودين عمقها كبير. طبعا لو خليت ثلاجه بارزه هاجي افتح الضلفه دي هتقف معايا كده لو الثلاجه بارزه، فلازم احترم العمق بتاعها علشان اقدر افتح الضلفه دي كده، واقدر افتح الضلفه التانيه كده، واصبح عندي كورنر خزين محترم جدا بمدخل واسع جدا، وياخد كم خزين كبير جدا. بعد كده جيت خدت هنا وحده ادراج لرفائع المطبخ، 4 ادراج في الجزئيه دي. وبعد كده عندنا كورنر تاني شمال البوتاجاز، برضو كورنر خزين محترم جدا وواسع جدا، يتخلله عمود ولكن اترسم على العمود. بعد كده عندنا البوتاجاز البيلت ان، تحته درج متقسم في منظم، وبعد كده درجين كبار للحلل اللي انا بستخدمها يوميا واللي بحتاج استخدامها يوميا. بعد كده عندي ترولي زيت تفصيل، انا بفضل التفصيل عن الجاهز، بحيث ان هو بيديني مساحات كويسه ويديني وسعه، او بيديني اوبشن كتير ان انا اقدر استخدمه في كذا حاجه براحتي زي ما احب. بعد كده عندنا وحده ادراج برضو تانية للخضار، لكن انا ضفت هنا درج رفايع بحيث ان هو برضو يبقى قريب للبوتاجاز، وفي برضو منظم بالشكل ده. بعد كده عندنا درجين للخضار بالشكل ده. كان مطلوب مننا في المطبخ قاعده، وكان المطلوب ان هي تكون عند حيطه الشباك، لكن انا كنت شايف ان هي مناسبه لان المطبخ طويل لكن عرضه صغير. فانا قررت ان احنا تحت شباك المناوله ناخد هنا سفره ب4 كراسي او ب6 كراسي، المساحه كافيه جدا، استغلينا العمق ده. في نفس الوقت الثلاجات عملت حاجز ليه بحيث ان هو ما يبقاش شكله ظاهر قوي في المطبخ. حبينا نحطها بالطول، حبينا نحطها بالعرض، تمام. ده هيستخدم كشباك مناوله، في نفس الوقت هيستخدم كبار لان انا عامل عمقه كبير، وليه كراسي من بره هتستخدم بالشكل ده. فده كان المكان اللي انا شايفه مناسب ان احنا نحقق فيه فكره قعده في المطبخ كمكان نقعد ناكل فيه، وهكذا الوجبات الرئيسيه بتاعه البيت. طبعا الخامات كانت من خامه اليوفي لاك، الخامه الرئيسيه بتاعتنا للضلف. اللون اللي انا بسميه موكا، واللون الابيض، لكن هو بيظهر اوف وايت مع الاضاءه الاوف وايت، لكن هو اللون ابيض.
طبعا مع الخشابي الاتش دي ال التيكتشر من جرين لام، طبعا بيكون مكبوس على كونتر. نوع الكونتر عندنا كينج شرقاوي 5 بلاي حور. مفصلات بتاعتنا تايتوس. مجرى الادراج سفلي بلوم. المطبخ يعتبر اعلى توصيف حاليا متواجد في السوق. ده كان مطبخنا النهارده من ارض المنوفيه، والحمد لله ده اول تركيب لينا في المنوفيه. بس ان شاء الله نشوفكم في مطابخ جديده في اماكن جديده. مع السلامه.